ايه هي افضل طرق لتمويل الستارت اب بتاعتك؟ اتكلمنا عن ازاي تعمل ستارت اب، وفي الفيديو ده هقول لك وافهمك كل مصادر التمويل اللي تقدر تحصل عليها وتطلع شركتك للنور. بس الاول انا سلمى القزاز وده علم الجيم. قبل ما اكلمك عن مصادر التمويل لازم تعرف ان دراسة الجدوى هي الخطوة الاهم بعد الفكرة، علشان تقدر تقرر اذا كانت فكرتك دي قابلة للتحقق والمكسب ولا هتبقى فلوس بتترمي على الارض. ودي هتكلم عليها في حلقة لوحدها، بس كان لازم ارد على سؤال الفيديو اللي فات: نجيب فلوس منين؟ اول طريقة للتمويل هي التمويل الذاتي. شوف السيفنجز والاسيتس اللي تملكها تقدر تخليك تبتدي شركتك ولا لا. لو يبقى ده لازم يكون مصدر تمويلك. عارفة انها مراهنة وحاجة صعبة، بس الميزة ان كله هيبقى بتاعك. مفيش فلوس، طيب عندك أهلك وأصحابك ممكن يمولوك. اختار منهم اللي يثق فيك ويصدق واقنعه بفكرتك. بس هنا أنا بكلمك عن مجرد تمويل مش شراكة، وفي الحالة دي لازم تكون كل حاجة documented. ولو ما قدرتش تلاقي تمويل، دور على هيئات المنح المحلية والعالمية والحاضنات، تواصل معاها بشكل مباشر وما تنساش تجهز كل الورق المطلوب. لو ما لقيتش في كل اللي فات التمويل اللي انت عايزه، هتتجه للبنك وتطلب تمويل مشروعك، بس تحسب كويس الفوائد. وهنا هتتسأل عن دراسة الجدوى اللي اتكلمت عليها من شوية. خلاص اخدت التمويل، مبروك عليك، مشيت اول خطوة ثابتة في الستارت اب بتاعك. لو لقيت انك لسه محتاج تمويل، هقولك في الفيديو اللي جاي عن انواع المستثمرين اللي يقدروا يكملوا معاك.